يا مساء السعادة، مشرفيني ومنوريني في مطبخ زينب علام. النهارده بقى ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد. النهارده قلنا نعمل الغدا شويه سمك كده مقليين وشويه رز صياديه وسلطه وبابا غنوج. تعالوا بقى نبدا في ان اول حاجه هنعملها نتبل السمك بتاعنا. كام فص توم كده وقرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وكام ليمونه. كتروا الليمون يا جماعه، الليمون بيبقى تحفه، السمك بيحب الليمون. وحطينا ليمونيه بقشرتها. كل ده في الخلاط، لو عندك كبة ماشي. كمون كتير، فلفل، شوية فلفل صغيرين، وملح وشوية ملح وشوية كزبرة ناشفة. وحطينا شوية خل، وكل ده على الخلاط وافرم كل ده كويس جدا. بنفرم اهو. وعايزة اقول لكم السمك تظبطي ملحه عشان يبقى طعمه حلو. عملنا الخلطة اهوت، مش هحط عليها خضرة ولا اي حاجة. السمك ده مغسول كويس جدا 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 بالفرشة بتاعته. و هنبدأ بقى نتبله. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. وعايزاكم تشدوا حيلكم معايا شوية كده، وتحطوا لايكات كتير وتعملوا شير كتير للفيديو. بنتبل اهوت السمك. عايزه اقول لكم انتوا وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اللون دوت حاطه شويه كركم برضو على فكره في الخلطه. بدات ان انا اتبل السمك، وانا يعني بنحب السمك جدا. اهم حاجه يكون مغسول كويس. بدأنا نتبله كده هوت، وهنركنه. تبلته هوت وحطيت القشر، ورحت عشان اعمل بابا غنوج. جبنا بتنجانتين كده حلوين، غسلناهم وقمنا شقيناهم بالسكينة وحطيناهم على نار هادية. نعمل هنا الرز، معلقتين زيت محترمين. حابة تحطي سمنة بقى دي براحتك. وبصلاية كبيرة كده هوت، ورحنا ماسكينها مخرطينها. وهنبدأ نقعد نشوح فيها لحد ما ناخد اللون البني الجميل بتاعها اهو، زي ما انتوا شايفين. شوفوا اللون. انت هتقولي ده محروقه، لا والله مش محروقه. حطينا ميه بقى حطينا شويه فلفل وكمون والملح. هنا كان البتنجان بتاعي استوى، حطيته على جنب يبرد. الميه غليت بتاعتي، غسلت الرز ونزلت بيه على البصله والبهارات والميه. ظبطنا بقى الملح والتمام، غطينا ودخلنا على البابا غنوج بتاعنا. قشرنا البتنجان اهوت. وانا بحب اعمل بابا غنوج في قلب لما اكون عامله سمك. يعني جنب السمك بحب احطه كله في الخلاط، يعني مش بهرسه بالهراسه، لا بحطه كله في الخلاط اهو. وهتاخدي احلى طبق بابا غنوج. قشرناه كله، نزلنا بفصين توم، قرن فلفل احمر، وملح وفلفل وشطه. لا، ملح وكمون وشطه، وشويه خل حلوين كده، وشويه زيت كمان. الخل على فكره بيحافظ ان لونه يفضل ابيض. وعصرتين الليمون بتاعنا. يعني الخل اول ما تنزلي بيه على البتنجان، البتنجان هيتنه ابيض طول اليوم، يعني حتى لو كلتوه بالليل بيفضل نفس اللون ابيض، لونه فاتح يعني. وكوبايه ميه كده، وهنبدا نضرب كل ده مع بعض. وطبعا لو عندك طحينه حطي، انا ما حطيتش هنا طحينه لان انا عندي طحينه، ما عنديش طحينه. ضربت كل المكونات كده، بصوا هتلاقوه صوص تحفه، جميل قوي. كل ده السمك قاعد بيتبل مع نفسه كده، كل ما ياخد وقت اطول بيبقى جميل. هنا بقى قلنا يلا عشان هنقلي السمك، جبنا دقيق وحطينا كركم وحطينا شوية كمون وحطينا ملح وحطينا نشا. كل ده على الدقيق وتبله كويس جدا عشان الكفر اللي بره يبقى جميل. ننزل كده بالسمك على الدقيق ونبطبطه كويس. حابة تعملي له كفر كمان، بتحطيه بعد ما انتي عصتيها دقيق كده، بتحطي لها مية، تنزلي السمكة في مية وتقومي حاطة دقيق تاني، بتزودي الكفر. تمام اهو. جميل السمك، جميل يومين دول قوي. وقلنا ان نريح الفراخ واللحمه شويه، يعني زهقنا منه. تبلنا السمك كله زي ما انتم شايفينه كده. والطاسه سخنه بقى فيها زيت، وانزل بالسمك. بياخدش وقت خالص على النار. انا بقى بحب احط قشره الليمونه كده في الزيت، بتدي ريحه حلوه قوي. بصوا لون السمك جميل ازاي من الكركم. عايزه اقول لكم والله التصوير ظلمه كمان، كان لونه جميل ذهبي، كان لونه حلو قوي.
وكان طعمه كمان احلى. عايزاكم تجربوا الوصفه النهارده. نعمل بقى شويه سلطه خضراء، اللي احنا اصلا يعني مفيش اكله بتتعمل الا لما بنحط السلطه. بصلايه حلوه كده صغنونه، نزلنا بليمونه، وحطيت شويه شطه حمراء وشويه ملح، وبقلب بقى البصله كويس، بتبلها، اسمها بتبل البصل. وابدا بقى ايه، اخرط كل الحاجات اللي عندي للسلطه اللي انتوا حابينها. بالنسبه لي أنا لما بكون عامله سمك، انا ما بحطش خالص خيار على السلطه، عشان الخيار من انواع الخضار اللي بتبين الزفاره بتاعت ان كان بيض او سمك بصراحه. فبتجنب الخيار خالص في السلطه لما اكون عامله ايه، سمك. انما شبت، جرجير، كزبره، خس، جزر، كل انواع الخضار بحطها في السلطه. ورمضان بقى داخل علينا اهو، كل سنه وانتم طيبين. طبق السلطه ده يوميا بيبقى موجود معايا على الطبليه او على السفره يعني. ما بنستغناش عنه ابدا، هو واللسان عصفور، كل يوم كل يوم. عملنا بقى الاكل بتاعنا الجميل. وما تنسوش بقى اللايك والشير وتشتركوا في القناه. احلى سمك النهارده عملناه واتغدينا بيه. منوريني ومشرفيني دايما في القناه. وان انتوا تشيروا الفيديوهات دي حاجه بتسعدني جدا. وكمان اما حد بيكتب لي كومنت ببقى مبسوطه جدا، وببقى حاسه ان انا ايه، في تفاعل كده بينا وبين بعض. ربنا يديمكم ان شاء الله نعمه في حياتي. بشرنا بقى اهو الجزر اهو، واوعى، سفره جامده جامده. يلا بقى تعالوا اتغدوا معانا احلى غدا. شايفين سلطه والسمك والرز. وكل سنه وانتوا طيبين، ويعود علينا يا رب الايام بخير.